ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. ارسنال بيتعادل مع برينفورد 1-1 في الدوري عشان الفرق ما بيننا وبين مانشستر سيتي يبقى 4 نقط. في وقت ما كنا بنتكلم ايام ماتش ليفربول ان الفرق ممكن يبقى 9 نقط وليفربول هيكسبوا وهيعملوها مش عارف ايه، فجأة في ظرف 3-4 ايام بتتكلم في ان الفرق بينك وبين مانشستر سيتي بقى 4 نقط، وهيفضلوا هما الاربع جولات اللي جايين يلعبوا قبليك ويحطوا ضغط عليك قبل الماتش بتاعك والكلام ده كله. ماتش بتاع النهارده بصراحة في كذا نقطة أنا عايز أتكلم عليها. تمام، في كذا نقطة عايز أتكلم عليها، غير إن أنت بتروح هناك برنتفورد بيعملوا عليك شوط تاني في رأيي إن هو يعني ما يليقش بيك خالص. برنتفورد عاملين بتاع 12 فرصة، 12 هجمة قاعدين بيهجموا عليك الشوط التاني، في وقت ما أنت المفروض أنت الفريق اللي بتنافس على الدوري. كانوا هم اللي ضاغطينك وهم اللي عمالين يعملوا عليك هجمة ورا هجمة ورا هجمة، والملعب مشحون واحنا رايحين عارفين ان هو ملعب رخم وملعب صعب، وعارفين ان هي اجواء صعبه واجواء رخمه ومش اسهل حاجه خالص، وفريق ماسك فورمه وبقاله كتير بيكسب. رايحين يعني كان المفروض بدل ما انت يعني بعد جون مدويكي ده قاعد بتديلهم الكوره وقاعد بتديلهم كوره ثابته ورا كوره ثابته، رمي التماس ورا رمي التماس، وانت شايف ان هم في الكورنرات وفي الكوره الثابته قاعدين بيزنقوا على ديفيد رايا وبيعملوا زحمه في الستة ياردة. ومفروض بدل ما انت تديلهم كور ثابته كتير وتقلل الضغط من على نفسك شويه، امسك كوره شويه، استحوذ شويه، حاول ان انت تهجم تاني، ما تخليهمش هم اللي قاعدين بيضغطوا عليك وقاعدين بتديلهم رميات تماس من غير اي سبب، وانت عارف ان هي اي رميه تماس قاعدين بيلعبوها رميه تماس طويله. قعدوا يعملوا كره ثابته ورا الثانيه، رميه تماس ورا الثانيه، لحد ما في الاخر في اوت منهم جه جون. يعني اتلعبت طبعا يعني اكتر لاعب طري في العالم وعرة الكباتن اللي في الدنيا هو اللي ماسك اللعيب، اللي هو مش بوتر اعتقد اللي جاب الجون، وهو اللي كان المان بتاعه المفروض، وطبعا ايه وقعه وقام حاطط الكرة جون. اطرى لعيب شفته في حياتي، وعار على شرط الكابتنة وعلى اي شرط كابتنة، ويعني عرة الكباتن اللي في العالم مارتن اوديجارد، اللي هو اي التحام على طول بيخسروا، اي واحد على واحد بيخسرها، بيقع على الارض ويفضل ماسك لي دماغه ماسك لي رجله، بيداري على خيبته. هو طبعا بعد لما الجون جه وبعد ما بوتر خد منه الكرة يعني طبعا تفوق عليه بدنيا وقام حطه رميه على الارض وخلص منه كالمان بتاعه وحط الكرة جون، قاعد وقع على الارض كتير جدا بيحاول يداري على خيبته. قال يعني الكرة تشوفها تاني. طب انا لما لقيته واقع كده وماسك رجله قلت يمكن الفار ينقذنا، ببص ما لقيتش فيها اي حاجه. يعني هو قاعد بس علشان قال يعني الواد داخل عليه يعني داخله اللي هي فيها حاجه غلط، او داخل عليه جامد، او هو اتعور يا عيني وبتاع. انما هو في الحقيقه هو عارف هو بيعمل ايه، هو بيشيل الضغط من عليه وبيحاول يداري على خيبته. انما مش ممكن يعني غير ان انا نقطه ان انا المفروض قاعد بديلهم الكوره وقاعد مخليهم ان هم يعملوا عليا ضغط. ماسك اللي ماسكه اطرى واحد في الملعب. يا جماعه انتوا مستنيين ايه؟ اكتر لعيب طري لبس فانيله ارسنال واكتر لعيب طري لبس شارة الكابتنة في اي نادي في العالم هو مارتن اوديجارد. مفيش حاجه جديده على كده. كل مره تيجي له كوره مشتركه او كوره واحد على واحد في نص الملعب او في الهجوم بيخسرها. المره دي طبعا جت في وقت حساس جدا، في مرحله حساسه جدا في الدوري، في منطقه الواحد على واحد فيها لما تخسروا هتبقى بجون، وده اللي حصل. تمام. فانا بالنسبه لي مش مستغرب خالص اول ما شفت الاعاده ولقيت ان اللي ماسكه هو اوديجارد. مش مستغرب تماما ان اوديجارد بينبطح وبينحني في اي التحام واحد على واحد، بيخاف ان هو يخش. كابتن خواف. انا مش عارف ازاي ده اللي لابس شرط الكابتنه وعندنا لعيبه زي جبريل وزي رايس في الفرقه. يعني رايس ده ازاي ما يلبسش شرط الكابتنه بتاعتك؟ اكتر لعيب بيموت نفسه في كل ماتش، واكتر لعيب في الفرقه مستواه كونسيستنت، واكتر لعيب تحسه ان هو قائد في الملعب وفارق معاه الدوري وعاوز يكسب الدوري، هو داكلين رايس. شرط الكابتنه انا مش عارف اوديجارد يعني لابسها ليه، اللي كل شويه يقعد يعمل لي شعره كده وينزل لي على الدايره وهو اصلا صانع العاب، يقعد يحاول ويرجع لي بالكره لورا ويلعبها يمين ويلعبها شمال، واي كره واحد على واحد بيخسرها، واي التحام بدني بيخسره. ده مديله شرط الكابتنه على ايه يا جماعه؟ مديله شرط الكابتنه على ايه؟ تمام. انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم ده ليه هو لابس شرط الكابتن. ومحدش يقول لي يا عم الفرق، انت زعلان ليه؟ الفرق لسه 4 نقط ومش عارف ايه. ما احنا يا ابني، ما احنا يا جدعان احنا بنقول كده من الفرق. يعني لما الفرق كان 7 و8 نقط بنقول ان انت في الفترة اللي فاتت دي كانت هي دي الفترة اللي انت المفروض توسع فيها الفرق اكبر مع مانشستر سيتي. لان مانشستر سيتي بعد الفوز على ليفربول والكامباك اللي عملوه قدام ليفربول في الانفيلد خدوا ثقة وخدوا دفعة معنوية بنت لذينة.
الثقه والدفعه المعنويه بنت اللذينه اللي خدوها دي وهم في ظهرك هتديلهم دفعه ان هم عايزين يخطفوا منك الدوري، وانت ما عندكش خبره السباقات الطويله، ما عندكش ولا لعيب في الفرقه كسب بطوله عليها القيمه قبل كده، ومش متعودين ولا عندك الخبره ان انت تقطع الشوط للاخر. هم عندهم الخبره دي، هم كل واحد فيهم كسب الدوري قبل كده تقريبا، او معظمهم يعني كسبان الدوري قبل كده مع جوارديولا. احنا يا جماعه ما عندناش الكلام ده. عشان كده كنا بنقول في الفترات التعادلات اللي كنا بنتضايق عليها، سواء تعادل ليفربول او سواء تعادل نوتنغهام فورست او خساره مانشستر يونايتد او خساره استون فيلا او تعادل تشيلسي، كل ده وكنت اطلع ازعل واتضايق واقول يا جماعه عايزين نحصل نقط، عايزين نوسع الفرق اكبر، انت متشائم، انت مش عارف ايه، انت مش عارف ايه. طب ما الفرق قاعد بيصغر اهو يا جدعان، الفرق قاعد بيصغر اهو. انت جالك فرصه في الفتره لما هما كانوا بيوقعوا نقط قدام برايتون وليدز، اعتقد كان انت ممكن الفرق بتاعك يوصل ل 12 نقطه لو انت كسبت ماتشاتك. انت متخيلين انا بتكلم في ايه؟ انت دلوقتي الفرق 4 نقط، حاجه في المتناول، ولسه هتلعبهم في الاتحاد، ولسه انت هتضيع نقط. هتبقى انت بقى دلوقتي قاعد دخلت بقى في القصه البايخه بتاعت ان انت قاعد مستنيهم يوقعوا نقط. هنخش بقى في نفس القصه البايخه بتاعت كل موسم، وتستنى الفرق تخدمك وكله بيخش لهم منبطح جدا ومستسلم جدا، ولا بيوقعوا نقط ولا بيتنايلوا. دي نقطه بخصوص مارتن اوديجارد بخصوص مانشستر سيتي. طيب النقطه الثانيه، طيب انا بالنسبه لي ايزي لو هيكمل كده لاخر الموسم والله العظيم ما بافور، يتباع في الصيف ونخلص، يتباع في الصيف ونخلص. انا مش عايز اقع نفس الغلطه تاني والبس لعيب ضايع ونقعد بقى كل موسم يطلع لي ناس يتخانقوا معايا وانت مش عارف ايزي وارتيتا بيوظفوا غلط. يا جدعان انا ما عنديش مانع ما يجيبش جوان وما يجيبش اسيستات، بس انا عندي مشكله كبيره جدا ان هو ما بيجريش في الملعب، لا بيجري ولا بيتحرك، ولغه جسد بنت يعني استغفر الله العظيم، لغه جسد وحشه جدا في الملعب، وحشه جدا. وجاله اكتر من فرصه في غياب اوديجارد، وجاله اكتر من فرصه ان انت هافرتس مصاب واوديجارد مصاب ان انت تثبت نفسك وتثبت اقدامك في الفرقه وتبقى لعيب اساسي. انما هو انا مش عارف، انا مش عارف ايه حكايه الواد ده. والمفروض ان هو بقى ارسنال هو النادي بتاع احلامه ونادي الطفوله والعشق الممنوع والكلام كله اللي اتقال في الاول ده. انا ما شفتش الكلام ده خالص. ايزي كل ما بينزل الملعب بيكسل يجري وشايف نفسه نجم قوي، انا مش فاهم على ايه، ومكسل ان هو يضغط ومكسل ان هو يهزها شويه في الملعب. طب انت يا ابني عايز ايه؟ يعني انت لا بتقدم دفاع ولا بتقدم هجوم ولا بتقدم جري ولا بتقدم ضغط ولا كوره، ملوش لمسه، ما بيعملش، ملوش اي دور في الملعب. انا بقسم بالله العظيم الواد ده لو مكمل كده لاخر الموسم يغور في 60 داهيه وياخد الهاتريك بتاع ماتش توتنهام اللي هو عرفنا بيه ده، ويغور وبيعه وخد فيه اللي تاخده وهات حد تاني، وهات حد تاني بدا يلبس في انابيز رقبتك لسنين قدام. انا مش عايز اشوفه، مش لسنين قدام. على الاقل اوديجارد المنبطح الطري ابو شعر ناعم الكلام ده كله بيضغط. الحاجه الوحيده اللي بيعملها صح ان اوديجارد على طول بيجري في الملعب وبيضغط وبيعمل ضغط، وعلى طول ايه بيحاول ياخد الكره من ده ومن ده ومن ده والكلام ده كله. انما انت يا ايزي شايف نفسك نجم قوي على ان انت لا مؤاخذه تهزها شويه في الملعب، لا تغور في 60 داهيه، تغور في 60 داهيه. مش عايزين نشوفك، مش عايزين نشوفك. وانا اول يتباع في الصيف، يتباع في الصيف. خلاص احنا في يناير، تمام، وانا اسف احنا في فبراير وخلاص يعني داخلين على مارس، ومش شايف اي حاجه من ايزي ده تدل على انه في بوادر حاجه كويسه. مفيش غير هاتريك توتنهام ده، حطوه على جنب خالص ايزي. والناس تقول لك ارتيتا ركنه 4 ماتشات دكه ورا بعض عشان الاسلوب ده، ما عشان اسلوبه. ارتيتا مش راكنه دكه علشان ما بيجيبش جوان ولا ما بيعملش اسيستات. ما يوكرش قعد فتره كبيره ما بيجيبش جوان ولا بيعمل اسيستات، ويا دوبك اهو ابتدى يحاول يرجع يجيب جوان تاني، لسه جايب جونين في ساندرلاند. انما كان بيلعبه كل ماتش ليه؟ لان يوكرش باين ان هو جعان في الملعب، بيجري بيعمل اللي عليه، في تحركات، في ضغط، بيبذل مجهود. ايزي انا الكوره بتبقى قدامه يا جدعان مش راضي يضغط. انا كنت ببقى انا هتجنن، انا ببقى قاعد بتفرج على الماتش متعصب، مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي، مش عايز يجري خطوتين، مش عايز يعمل جوجينج في نص الملعب. هو كان كده في كريستال بالاس؟ انا مش فاهم. هو كان كده؟ هو حد قال له ان هو نجم الفريق ولا ايه؟ هو حد قال له ان هو شايف نفسه في حتة تانية احنا مش شايفينها مثلا، ولا ايه يا جدعان؟ ولا ايه؟ انا دي مشكلتي معاه، مش مشكلتي ان هو ما بيجيبش جوان ولا اسيستات وكده. انا مشكلتي ان انا شايف لعيب مش عايز يعرق، مش عايز يعرق، يغور في 60,000 داهية في الصيف، يغور في 60,000 داهية في الصيف ولا عايز منه أي حاجة. يغور بسرعة ونلحق نبيعه بسرعة. تمام. طبعا النقطة كمان ان احنا عندنا
جابرييل مارتينيلي لازم طبعا كل موسم يدينا لقطه ابيض واسود جميله كده. من اول موسم 22 23 اللقطه الابيض واسود الجميله وهو بيباصي الكوره لساكا، والموسم ده عنده لقطتين اوريدي ابيض واسود حلوه قوي. لقطه النقطه الفرصه قدام نوتنغهام فورست اللي هي في منتهى السهوله وحطيتها بعيد، واللقطه بتاعت ماتش النهارده كده، كولا جايه لك فاضل 3 دقائق ولا حاجه على الماتش، هجمه انفراد بتاع. طبعا انا اقسم بالله انا ليه ما انفعلتش على الكوره دي يا جدعان؟ لان انا اول ما تمبر حطها لمارتينيلي عرفت ان شكرا كل سنه وانتم طيبين، مفيش اي حاجه. انا ما انفعلتش على فكره لما الكوره دي ضاعت، ولكن لما راحت له انا كنت مستني يعني طيب هيضيعها ازاي؟ مش عايز يشغل 1% من مخه، مش عايز، بيبص على الارض وشايف الجون طالع وبيحطها في الجون. انا هتجنن هتشل يعني. حاول طيب تضحك عليا، حاول تمثل ان انت حاولت ترقص الجون، حاول تمثل ان انت حاولت تحطها من فوقيه، اعمل اي منظر. انما عايز اخلص منها وخلاص دي يعني للدرجه دي؟ للدرجه دي انت يعني الواد ده يا جدعان، الواد ده برازيلي ازاي؟ الواد ده احنا محتاجين نكشف عليه كده ونشوف فعلا الواد ده برازيلي ولا الواد ده ضحك علينا وهيطلع مثلا من دوله كده محدش يسمع عنها في الاخر. مستحيل الواد ده يبقى برازيلي، مفيش لعيب برازيلي بالمخ ده وبالامكانيات المحدوده دي. لعيب ما بيعرفش يعمل اي حاجه غير ان هو يبص في الارض ويجري وهي ماشيه. اجري بقى، خبطت في لعيب، طلعت انفراده، لقيت نفسي قربت من الجون قوي ممكن احطها جون. انما مش ممكن ان انت هتقعد تضيع لنا 3 نقط كده بلحظات غريبه. من اول موسم 22 23 الباصه اللي هو مش عارف يحطها صح لساكا وهو رايح انفراد في الانفيلد، ماليش دعوه بقى ساكا كان هيحطها ولا لا، ما احنا ما شفناش اصلا المشهد ده عشان نحكم، لان مارتينيلي بيه لعب له باصه اسوأ لعيب في الدوري المصري ما عملهاش. وفي ماتش نوتنجهام فورست كوره جايه له والجون قدامه جميل جدا قام حاططها بره. والنهارده كوره جايه له في وقت مقتول، بدل ما يشغل مخه شويه، بدل ما يحاول يعمل اي حاجه يهدى بتاع، قام حاططها بينجز نفسه. يلا انا لسه هفكر، شوتي وزي ما تيجي تيجي، شوت وزي ما تيجي تيجي يا باشا. اقسم بالله عندنا شويه لعيبه في الفرقه زي امثال مارتينيلي وامثال اوديجارد، يعني لو فضلوا في الفرقه موسم كمان كارثه. كارثه. اللعيبه دي كان المفروض تمشي من زمان جدا. مارتينيلي ده كان يغور وقت ما كان جاي له اي عرض من السعوديه، اوديجارد كان يتنيل في 60,000 داهيه نبيعه، كان نتنيل في 60,000 داهيه نبيعه. انما مش ممكن هنفضل نقعد ندفع ضرايب اشباه لعيبه ويقعدوا يخسرونا بطولات كل مره ومستنيين نتيجه مختلفه. ما هو ده ديفينيشن الجنون، ان انت تقعد نفس المعطيات كل مره ومعتمد على نفس انصاف الرجال ونفس اشباه اللعيبه كل موسم وبيضيعوا منك دوري وبيضيعوا منك بطولات. طب انت مستني ايه؟ انت مستني ايه؟ مستني ايه جديد؟ مستني. وطبعا بقى محدش يقول لي انت ايه لسه فرق 4. يا جدعان يا جدعان انا بشجع الفرقه دي من زمان، انا بشجع الفرقه دي من زمان، انا عارف انا بقول لكم ايه. انا بشجع الفرقه دي من زمان، انا عارف انا بقول لكم ايه. فرق 4 نقط مع مانشستر سيتي ده اكنك متساوي معاهم في النقط، بالفرص اللي انت بتضيعها، بالنقط اللي انت بتضيعها. الناس محسساني ان احنا بنكسب ماتشاتنا كلها. يا ابني ما انت قاعد بتوقع نقط برضو، انت قاعد بتوقع نقط ووراك فريق فيه لعيب قدام هداف ما بيرحمش، في مدرب واخد الدوري ده 6 مرات، في عندك فيل فودن، في عندك جايبين داهيه واقفه جون، جايبين مش عارف مدافع مين في يناير، جايبين سيمينيو في يناير. قاعدين احنا من اول الموسم بنقول هاتولنا الجناح الشمال، هاتولنا جناح شمال. ما عملوش حاجه غير ان هم جددوا لتروسرد. مش تروسرد كويس جدا الموسم ده انما مش كفايه، مش كفايه. انت جبت بديل لساكا كويس، فين بقى الجناح الشمال؟ معتمد تاني على مارتينيلي، معتمد تاني على مارتينيلي. يعني لما تروسرد يتصاب او تروسرد مش في مستواه برضه هتفضل تنزل لي مارتينيلي المقتب السريع؟ برضه هتفضل منزل لي مارتينيلي المقتب السريع؟ ارحمونا، ارحمونا. كفايه، كفايه بجد. يعني انا بصراحه انا مش فاهم، انا مش فاهم. وتاني انا ما بحبش ان انا ابقى كسبان واضيع المكسب. يعني احنا جايبين 1-0، وريني بقى انت بتعمل ايه كمدرب واقف بره علشان تحاول ان انت تحافظ على المكسب وتطلع بالماتش ده وانت كسبان. ولا حاجه، قاعد مديلهم الكوره وقاعد مستنيهم ضغط ورا ضغط، ضغط ورا ضغط، زي اللي ما انت عملته قدام، اسف، زي ما انت عملته قدام ساندرلاند بالملي، بالملي. خسران في ملعب صعب، عملت كامباك كويس جدا، قاعد بتديلهم الكوره وواقف ورا ومستنيهم. انت ليه قاعد بتخليهم يضغطوا عليك، ضاغطين عليك، راكبينك؟ مش ممكن، اكن هم اللي عايزين ياخدوا الدوري مش انت. انت اللي المفروض تبقى بتعمل كده،
انت اللي المفروض تضغطهم، انت اللي المفروض تقعد تحاول تحط عليهم ضغط، وانت اللي المفروض تكون عايز تجيب اجوان، وانت اللي المفروض عايز تكسب. فين الكلام ده؟ انت فين من الكلام ده؟ بصراحة يعني انا يعني لا خايف. واللي مش خايف ومش متوتر يراجع نفسه، لان انت وراك فريق تقيل، ودلوقتي فارق عنك 4 نقط، وكل شوية قاعد بيقرب منك فرق النقط، ولسه هتلعبهم في ملعبهم كمان شهر ونص، لسه هتلعبهم في ملعبهم. فعادي جدا يعني لو قلنا ان هم كسبوا كل ماتشاتهم وانت كسبت كل ماتشاتك لحد ما تلعبهم، هيكسبوك، هيبقى الفرق نقطة، هيبقى اللعب ان انت تقع ماتش، تمام. اللهم بلغت. انا بالنسبة لي ماتش النهاردة ده كان ماتش لازم نستموت ونكسبه بأي شكل من الأشكال. هما الماتش اللي جاي هيلعبوا برضو قبليك وهيكسبوا، وهيخشوا الماتش هما فارقين وراك بنقطة واحدة. قابلوني. انا بصراحة خايف جدا، يعني يا رب بقى، مش عارف بقى اقعد اقول اللي هم يوقعوا نقط. انا مش حاسس بقى ان هم لسه هيوقعوا نقط تاني. انا حاسس ان هم خلاص وقعوا نقط بما فيه الكفايه، ومحدش يقول ان نستنى فرقه تجاملنا. انت فرقه جاملتك كويس قوي يا حبيبي، انت كذا فريق جاملك الموسم ده لحد دلوقتي. انت برايتن عملوا لك خدمه جميله جدا، ليدز عملوا لك خدمه جميله جدا، مانشستر يونايتد عملوا لك خدمه جميله جدا. خلاص مش كل مره بقى هنقعد نقول مش نقعد نقول بقى عايزين فريق يخدمنا، عايزين فريق يعمل. انت الجمايل كلها اتعملت وانت خسرت من يونايتد في ملعبك، اتعادلت مع ليفربول الموسم ده اللي هو اوحش نسخه ليفربول في السنين اللي فاتت، اتعادلت مع نوتنغهام فورست، اتعادلت مع برينتفورد. ايه تاني يا جدعان؟ حد يفكرني، طبعا انا ناسي. خسرت من استون فيلا، اتعادلت مع ساندرلاند، اتعادلت مع تشيلسي وهم 10 لعيبه من اول الماتش. لا تلومن الا نفسك. انا مش هقبل ولا حجه الموسم ده، ولا حجه هقبلها الموسم ده. تدعيمات، انت جبت النادي، الاداره لبت لك كل حاجه. انت عندك فرقتين، ما حدش يتحجج لي باي اصابه اي لعيب، تمام. دوري ومستوى دوري، ليفربول وقع، السيتي وقع في الاول، هدايا كتير حصلت انت ما استغلتهاش. المهم ادينا ماشيين اهو. الماتش الجاي لازم نكسب، مفيش مساحه ان انت توقع نقط تاني. ربنا يستر، لان انا تضييع الدوري الموسم ده هيبقى مشكلة أكبر من بس فقدان بطولة. وزي ما أنا طلعت قلت قبل كده، هيبقى مشكلة فقدان شغف لدى الجماهير، فقدان ثقة للعيبة، فقدان ثقة في المدير الفني من اللعيبة. لعيبة نفسيا هتتدمر، لعيبة كتير هتبقى عايزة تمشي، إن عايزة تروح بقى نادي تكسب بطولات وتشوف حالها، والسيناريو الجميل اللي كلنا عارفينه ده. مهم قولوا لي رأيكم إيه. محدش بقى يقول لي متشائم، محدش بقى يقول لي الكلام ده. أنا حر يا عم، أنا متشائم. خليك روح تفائل بعيد. أنا متشائم يا سيدي، الفرق قاعد بيقل انا خايف. طبيعي انا مش هتفائل غير لما اشوف ان احنا بنرفع الدوري ده في اخر الجوله. خلاص، سيب لكم لينكس تويتر وانستجرام وتيك توك في الديسكريبشن، واشوفكم الفيديو اللي جاي.